كاس العالم للانديه خلاص هيقام في المغرب، والفيفا اعلن كده، وهيقام في فتره من 1 فبراير 2023 لحد 11 فبراير 2023. ده خبر كويس جدا. بس الخبر السعيد اكتر لجمهور النادي الاهلي هو ان الاهلي ان شاء الله باذن الله بنسبه 99.9% هيشارك في البطوله دي. ليه؟ لان البطوله بتقام في المغرب، وبالتالي لما بتكون البطوله بتقام في المغرب لازم يكون الفريق الممثل للدوله اللي موجود فيها ديت يكون هو بطل الدوري، والوداد بطل الدوري. طب ما ناخد يا عم الرجاء اللي هو الوصيف؟ لا، ما ينفعش تاخد الوصيف. ليه؟ لان في ماده في لوائح الفيفا بتقول ان في كاس العالم للانديه ما ينفعش فريقين من نفس الدوله يشاركوا في بطوله واحده. هم كلهم على بعض 7 8 فرق يا جدعان. فلو خلاص خلينا يعني فريقين من نفس الدوله يشاركوا، ما يبقى كاس بقى بتاع الدوله دي وخلاص يعني، والموضوع بقى ينتهي على كده. طيب ايه المفروض يحصل في الحالات اللي زي كده؟ في حاله مشابهه حصلت سنه 2007 للحاله اللي احنا موجودين فيها. الحاله كانت فيها ايه؟ ان اليابان كانت هي اللي بتنظم كاس العالم للانديه، وبطل اسيا كان فريق ريد دايموندز الياباني في الوقت دوت. فبالتالي بقى هو كده ممثل عن الدوله وفي نفس الوقت ممثل عن قاره اسيا. قال لك لا، يبقى هو ممثل عن الدوله، وناخد الوصيف بتاع قاره اسيا اللي هو الفريق اسمه تقريبا سبهان الايراني، ومثل قاره اسيا في الوقت ده. فبالتالي نفس الوضع بينطبق دلوقتي على النادي الاهلي، ان نادي الرجاء هيكون ممثل لدوله المغرب، وممثل افريقيا هيكون الوصيف اللي هو النادي الاهلي. وبالتالي الاهلي كده هيكون بيشارك ان شاء الله للمره الثامنه في تاريخه، وهي دي يعتبر كده تاني فريق في العالم يكون باكتر عدد مشاركات في دوري في كاس العالم للانديه، بعد فريق اوكلاند سيتي طبعا اللي هو بيجي من استراليا لانه مفيش غيره يعني. طيب ومين تاني ممكن يشارك مع الاهلي في البطوله ديت؟ نادي الهلال السعودي، لان في الوقت الحالي بطل اسيا لم يحدد، وعلى ما تبدا البطوله هيكون صعب جدا تحديد البطل لان لسه في ماتشات كتير المفروض انها تتلعب. فالاقرب في الوقت الحالي ان هم ياخدوا بطل النسخه اللي فاتت اللي هو الهلال السعودي، والهلال يكون موجود برده في كاس العالم للانديه، وتبقى بطوله بقى فيها الاهلي وفيها الوداد وفيها كمان الهلال السعودي، يبقى فيها 3 فرق عربيه، ونشوف حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله في المغرب. وهنا انا عايز اقول نقطه مهمه جدا بالنسبه للاتحادات، وبالنسبه ان دوله المغرب بتنظم كاس العالم للانديه للتاني مره. هي نظمتها قبل كده او بتهيألي اكتر من مره. فاحنا فين في القصه دي؟ يعني تخيل لو النهارده كانت مصر هي اللي هتمثل الموضوع دوت، برضه كان هيبقى الموضوع شكله مختلف. ففي ناس عندها قوة موجودة في المكتب بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، بيقدروا زي الاستاذ فوزي لقجع بيقدروا ان هم يحافظوا على حقوق بلادهم. لكن في ناس تانية عندنا هنا موجودة في المكان ده تحافظ على اي حاجه خالص. المفاجاه برضو ان في 2025 تقرر ان كاس العالم للانديه يكون فيه 32 فرقه، يعني يتلعب زيه زي كاس العالم بالظبط اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي. ومن وجهه نظري دي هتبقى فرصه كويسه جدا لفرق كتيره جدا في افريقيا انها تسوق نفسها وتسوق لعيبتها. فكنت اتمنى ان هو يكون قبل 2025، بس لسه انا مش عارف بقى بعد 2025 هل هيبقى كاس العالم ده كل 4 سنين، هتبقى نظامه ازاي، التفاصيل بتاعته ازاي. هنعرف كل الحاجات دي قريب وهنتكلم عليها. بس النهارده الاهلي هيلاعب فيوتشر، فلازم برضو نتفرج على الماتش ونحلل لك بعد الماتش. وانت كمان لازم تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعمل له شير، ونشوفك الحلقه الجايه بعد الماتش ان شاء الله. السلام عليكم.